السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة. موضوعنا النهاردة لو جوزك اتجوز عليكي، سواء انتي في مرحلة التهديد أو في مرحلة التنفيذ، هتعملي ايه بالظبط؟ تمام، زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هنا السيد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. لو انت في مرحلة التهديد والنرجسي بيقولك انا هتجوز عليكي وانت في مرحلة التهديد، يبقى لازم اول خطوة تعمليها هو انك توسعي دايرة معارفك، توطدي علاقتك باهلك. لازم يكون عندك صداقات ايجابية، ناس بتحبك. كتري الزيارات، سواء انت بتزوري ناس او ناس بتزورك. تمام. كمان لازم تكون عندك يعني الاهتمام بالنرجسي في المرحلة دي، الاهتمام الزائد هيخليه يحس ان دي فزاعة بالنسبة لك، انك انت تكونوا ان هو يقولك انا هتجوز عليكي، ده انت كده خفتي بقى. ف لو انا قلت لك اهتمي بيه ومش عارف ايه، هو هيحس انك انت كده خفتي واتخضيتي، فايه هيزيد عليكي في الموضوع ده وهيزيد في تهديده ليكي. خلاص، ولكن اللي اقدر ان انا اقوله لك في مرحله التهديد هو انك تهتمي بدماغك وبثقافتك، وتذاكري كويس المجالات اللي النرجسي بيحب يتكلم فيها، ويكون عندك دايما معلومات جديده فيها. دماغك وصحتك اهم بكتير قصاد النرجسي من الميك اب والشعر واللبس والكلام ده، لان النرجسي اكتر حاجة بتجذبه في المرأة هو دماغها وصحتها. تكون شخصية ذكية، عندها ثبات انفعالي، عندها نضج انفعالي، وفي نفس الوقت بتكون صحتها حلوة، ما بتشتكيش، ما ماشية في البيت كده بنشاط كده. وده بيبان على مستوى اسلوبك في البيت، تنظيمك في البيت. هو بيحس ان هو مع حد نشيط، فاهمة؟ فالموضوع كله ان مرحلة التهديد هو جرس انذار. خلاص، وما تتعامليش بقى مع النرجسي بحدة، ما تتعامليش بقى مع النرجسي بتجاهل. في المرحله دي ما ينفعش التجاهل وما ينفعش الصخره الرماديه، لانه معنى كده ان هو انك انت مش مهتمه بيه، وادام مش مهتمه بيه هو هيبحث عن الاخرى اللي تهتم بيه، اللي تديله وقود، اللي تديله رياكشن، اللي تحسسه ان هو ليه وجود في الدنيا قصادها. تمام. مرحلة التهديد مهم قوي انك انت تهتمي بدماغك وبصحتك واسلوب تعاملك مع النرجسي. خلاص. طيب، كمان الروتين. ادام انت لسه في مرحلة التهديد، ارجوكي اكسري اي روتين انت بتعمليه. لو انت حاسه انك انت حياتك مع النرجسي حياه روتينيه، النرجسي هو شخص روتيني ولكن يكره انك انت تكوني شخصيه روتينيه. بيصاب بالملل، بيصاب بالاحباط، وهو اصلا عنده يعني ملل واحباط واكتئاب وحزن دفين جواه، فهو مش مستحمل ان هو يشوف واحده روتينيه قصاده، النهارده زي بكره زي بعده زي السنه الجايه زي السنه اللي فاتت. لا، هو محتاج تجديد، تجديد في كل حاجه. ان شاء الله تجددي في نظام البيت، تجددي في شكلك من غير ميك اب. الميك اب بالنسبه للنرجسي خط احمر، خلي بالكم، لان الميك اب بالنسبه له هو نوع من انواع السيطره عليه، وهو بيرفض جميع انواع السيطره. كمان الكلام الحلو يا حبيبي يا قلبي مش عارف ايه زايد عن اللزوم، برضو هو بينفر من الكلام الحب، لان برضو ده برضو مظهر من مظاهر السيطره عليه، وهو برضو بيرفض جميع مظاهر السيطره. يبقى فهمنا ان مرحله التهديد هنعمل فيها ايه بالظبط. تمام. نيجي بقى لمرحلة التنفيذ. هو الموضوع ما بقاش تهديد، الموضوع بقى تنفيذ. النرجسي بالفعل اتجوز عليكي، وبالفعل بقى أصبح هناك زوجة تانية. خلاص، اوعي تواجهي النرجسي.
ارجوكي مش من الشطارة ولا من الذكاء انك انت تواجهي النرجسي في بداية علاقته بالزوجة الجديدة. ليه؟ لان بداية العلاقة مع الزوجة الجديدة هي بداية رائعة ووردية، وهتبقي انت اللي مش كويسة، وانتي مصدر الشر، وانتي مصدر عدم الامان، وهي طبعا هتبقى مصدر الخير ومصدر الامان ومصدر كل حاجة حلوة. خلاص، فانصحك انك انتي اوعي تواجهي النرجسي بهذا، الا اذا في حالة واحدة. امتى تواجهي؟ لو انت عندك استقلال مادي وفك تعلقك بيه وعندك مكان بديل وانت مش باقي عليه ومش عايزاه ومش محتاجاله، يبقى في الحالة دي بتواجهي وبتنفصلي وانتهى الموضوع على كده. تمام؟ اما اذا انت اتفاجئتي وما عندكيش لسه استقلال مادي، لسه مش فاكه تعلقك بالنرجسي، لسه ما عندكيش، مش واقفه على رجلك لا نفسيا ولا ماديا، واولادك لسه صغيرين محتاجين للنرجسي، محتاجين لأب يصرف عليهم، يبقى في الحاله دي اوعي تواجهي النرجسي. لان في الحاله دي لو انت واجهتيه انت الخسرانه، يعني انت اللي هتخسري نفسيتك وصحتك وهتخسري بيتك كله. تمام؟ كمان لازم تعرفي ان النرجسي لما بيجي يتجوز مرة تانية حاجة من الاتنين، هو بينقيها واحدة مجروحة، يعني مكسور جناحها، يعني فيها حاجة، مش هقول فيها حاجة غلط ولا حاجة، بس يعني لازم ينقيها كده، هو بيختارها كده عشان يقدر انه يسيطر عليها. خلاص؟ طيب الزوجة التانية دي اما انها ضحية زيها زيك، وفي الحالة دي هيمارس عليها كل أساليبه النرجسية، وحاجة من الاتنين، إما إنها تستحمل، تمام، أو إنها 90% ما بتستحملش، خصوصا إنها ما بتبقاش لسه جابت منه أولاد أو كده، هتنفصل. خلاص، خليكي انت اللي قاعدة وخليكي انت اللي ثابتة. خلاص. طيب في حالة لو الزوجة التانية دي نرجسية، يبقى ده بقى لقاء الجبابرة. حاجة من الاتنين، اما انها هتاخد دور الضحية والنرجسي هو اللي هيمارس عليها الاساليب النرجسية، وفي الحالة دي تقدري انك انت تبقي مصدر امان للنرجسي، وفي الحالة دي هتبقي انت الكفة الراجحة للنرجسي. تمام؟ او او انها تكون الزوجة التانية دي نرجسية، خلاص، ولكن مش هتاخد دور الضحية، هتخلي النرجسي جوزك هو اللي ياخد دور الضحية، وفي الحالة دي بينفر منها النرجسي، ما بيبقاش قاعد معاها كتير. اعتبريه ما تجوزش اصلا، لو هي نرجسية اعتبريه ما تجوزش اصلا، لانهم بيبقوا على خلاف دائم مع بعض. ما يستاهلش ان انت تفقدي بيتك، وما يستاهلش انك انت تفقدي حياتك، وما يستاهلش ابدا ان مصالح ولادك تتعطل بسبب حاجة زي كده. تمام؟ لازم تفهمي ان النرجسي شخص شكاك، ولما بيتجوز الزوجة التانية فهو شاكك فيها في كل شيء، وبالتالي لازم انت تخلي الباب موارب وما تقفليش الباب نهائي، لان احتمال كبير انه يرجع، او على الاقل مش هيفكر انه يسيبك، مش هيفكر انه يخسرك، ده اقل شيء. خلاص. طيب حطي اهتمامات في حياتك، طوري نفسك، ما تقفليش دماغك على النرجسي والجواز التاني. خلاص، لا، حاولي انك انت تطلعي من الدايرة دي، طوري نفسك، خلي عندك طاقة، خلي عندك نشاط، كل ده هيجذب النرجسي ليكي ويحببه فيكي وتحسي انك انت يعني شيء مهم في حياة النرجسي. خلاص. ما تروحيش تقولي للناس والاصدقاء والاهلك ده اتجوز عليا، ده مش عارف ايه. ليه؟ لان مشاركة الالم النفسي مع الناس، وخصوصا الاكتر ناس قريبين منك، بيزيد حدة الالم النفسي عليكي. يعني ده مش حل. الناس اللي بتقولك فضفضي، هوي عن نفسك، لا، انت مش بتفضفضي ولا بتهوي عن نفسك، انت بتزيدي حدة الالم النفسي على نفسك.
خلاص. فالافضل انك انت ما تتكلميش مع حد، ما تقوليش لحد اي حاجه. ليه؟ لان الطرف التاني طبيعي هيتحمق عليكي وهيثور من اجلك، وبالتالي انت حطيتي طاقه سلبيه فوق الطاقه السلبيه اللي انت اوريدي بتعاني منها. تمام. وبالتالي حسيتي بدل ما الشخص التاني او الطرف التاني اللي انت بتحكي له ده هيهون عليكي، لا، انت جبتي معاناة اكتر فوق معاناتك. خلاص. فالموضوع محتاج منك تريث، محتاج منك ما تتكلميش وما تواجهيش النرجسي الا وانت واقفه على رجلك، محتاج منك ما تفضحيش الدنيا وتقولي للناس ده راح يتجوز عليا وكده، محتاج منك انك تفهمي كتير 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 عن الشخصيه النرجسيه عشان تقدري تعيشي وتقدري انك انت لو محتاجة انك تستمري مع النرجسي يبقى هتستمري وانتي بكرامتك وبإرادتك وانتي اللي عندك الدافع للاستمرار، مش بتستمري على انك ضحية ومضطرة للاستمرار. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب أكون قدرت أشرح النقاط السابق ذكرها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.